أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة وسراج الظلمة، يا سيد الشهداء وقتيل العداء، أيها المذبوح من القفا، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء يا محيي الزوار يا أبو علي. بنفسي سادة جلوا مقاما عن الأمثال في فضل وعلم، وقد آتاهم الجبار ما لم يكن يؤتى من الشرف الأشم. عليهم بالولاية نصطاها على كل البرايا من عرب وعجم. فلما انقضى ثاروا عليهم بغير هدى وعلمي. وهالليلة مصيبة ابن من أبنائك يا رسول الله، ما الذي جرى عليه؟ سل المتوكل الجبار ماذا جنى الهادي وأي جرمي. بنفسي فديتك أيها الهادي غريبا، أيوا إماما جرى عليه؟ مقطع الأحشاب سمي، علي الهادي قضى مسموم وجبدا من نمت فطرة. الجميع وعلى بابه هذه الليلة علي الهادي قضى مسموم وجبدا من نمت فطرة. تجفن واندفن بالحال ما ظل مرمي على الغبرة. وين المنادي وحسينا؟
وين المنادي وعليا؟ يلا ها وفيها بحق الابيات. علي الهادي قضى مسموم وجبده منه متفطره، تجفن واندفن بالحال، ما ظل مرمي على الغبره. شحالته إمام وعلى الخلق منصوب، وبني العباس ما رحمه، أول فاجع المسموم من أرض الوطن بعده. مثل من؟ مثل جد الشهيد حسين من طيبة وسف طلعوا. أيوا حسينا طلع حاير مع عياله ويا زينب الحرة، وبالغربة سقوه السام يا الله، وظل فوق الفرش مطروح، وعليا يتلوى وينادي والناتة تفت الروح. أقول قلبه من جرح لكن ما هو من سهام مجروح، مثل جد العدا صابه يا حسين بالمثلث وشاله من خرز ظهره، يتقلب على فراشه ساعة ما لفاه البه، ما هو مرمي على التربان مثل جد الشهيد حسين. والمثلث يا الله صاب المثلث وخذ من كبدته ثلثه. وين المنادي وحسينا؟ يلا هنيئا لك تعطي الرؤوس نادي وحسينا. علي الهادي عقب موته هنا يا الله، علي الهادي عقب موته ما لعبت عليه الخيل، ولا ظل مرمي فوق التربان، ومن جسمه دماه تسيل مثل جد العدا بالسيوف جسمه فصلوه، وخيل الجور يا وسفه واست صدره وظهره يا الله. وجدك يا علي الهادي بقى من غير تغسيل. وين المنادي وحسينا؟ وجدك يا علي الهادي بقى من غير تغسيل، طلعت الحورة عمتك تحشم الرجاجيل، نادى الرجس لبون داها بحافر، ايه بيها من لسانك سمعوا كلامه ورضضوا بالأعوجية. أين الصارخ حسين؟ أنا ناديت واروح الجنايز يا مسلمين، أثاري كلهم كفر بلا مذهب ولا دين، طلعوا بخيل الأعوجية ورضوا يا الله. ونادى بن سعد بالعجل لبوا نداه، أنا ادفن القتلى يا ابن سعد. نادى بن سعد بالعجل لبوا نداه، عشرة تقوم بالخيل والسجن بجاهه يلا، والخيل نصب عيونها ورضوه، فصلوا خرز ظهره بحوافر الأعوج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن إمامنا الجواد إن ولدي علي
الإمام من بعدي قوله قولي وطاعته طاعتي. تولى الإمام صاحب هذه الليلة، الإمام الهادي، تكلمنا في الليلة الماضية عن ميلاده الشريف، وله من العمر 9 سنين، أكمل 8 ويدرج في 9. وقد استقبل الشيعة هذه القضية بأريحية، نقدر نقول استقبلوا هذا الأمر لأنها أشبعت نظرياً وعملياً في شأن الإمام الجواد سلام الله عليه. يعني القضية، ونقدر نقول الأمر المفصلي في هذا الأمر، بأن إمام يتولى الإمامة في عمر الصبا، كانت في زمن الإمام الجواد ابتداءً. الشيعة استقبلوا هذه القضية برحابة صدر، وأصبحت القضية عندهم يعني واضحة وجلية، بأن أمر الإمامة كأمر النبوة، جعل من الله، وما دام الجعل من الله فلا يفرق، سواء له من العمر يوم واحد أو 40 سنة أو 100 سنة. مثلا في قضية من الأنبياء؟ عيسى، نبي الله عيسى، فأشارت إليه مريم، هي ولدت بعيسى وجاءت به إلى قومها تحمله، يعني ما أكملت يوم، ساعات عمر عيسى، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. يوم ما أكمل عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أنا نبي وصاحب شريعة وصاحب كتاب سماوي، ويوم ما أكمل الجعل من الله جل وعلا. فالقضية يعني نحتج بها في شأن الإمام الجواد، وفي شأن الإمام الهادي، وفي شأن الإمام الحجة المنتظر من آل محمد بأبي هو وأمي. فأشبعت القضية نظريا وعمليا. الشيعة صارت عندهم قناعة بهالأمر، بأن يحصل إمام في هذا العمر. طبعا من نقول إمام، نحن الشيعة باعتقادنا بأن الإمام ليست القضية فقط حكم شرعي، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا طاهر، لا، بيمنه رزق الورى، وبه ثبتت السماء أن تقع على الأرض، ولم يكمل 10 في 9 من عمره الشريف. بقي بالمدينة 8 سنين، أو عفواً 12 سنة بقي بالمدينة، 12 سنة بالمدينة المنورة، إلى أن والي المدينة أرسل إلى المعتصم العباسي بأن إن كانت لك حاجة بالمدينة فأخرج منها علي بن محمد، فإن الناس تعلقوا به، الخاص والعام تعلق بالإمام الهادي، روح له الفداء. بالفعل أخرج الإمام الهادي من المدينة ونقل إلى بغداد، وبقي كذا ليلة. وهنا إذا تقرأ في الظروف التي نقل بها الإمام من بغداد إلى سامراء، نقل ليلا سرا، الناس تناقلوا خبر مجيء الإمام في بغداد، فخرج الناس للسلام عليه، فأخفي الإمام في بغداد كذا ليلة، وأخرج سرا رحل إلى سامراء. وسامراء هنا اختيار دقيق من قبل المعتصم العباسي. سامراء مدينة عسكرية، يعني نقدر نقول بأن الإمام ما دام في سامراء فهو في سجن، في سجن. سامراء هي عبارة عن سجن ما بين عسكر. أصلاً إذا ترجع إلى التاريخ في زمن الإمام الهادي أو في زمن الإمام الحسن العسكري، من يستطيع الوصول إلى الإمامين؟ يعني الأمر جداً صعب، تحت رقابة مشددة، وبالأخص في زمن الإمام الهادي والظروف التي مرت عليه أول ما أنزل في سامراء. بقي في زمن المعتصم العباسي إلى أن توفي المعتصم ابن من؟
ابن هارون. هارون عنده 3 أبناء، الأمين والمأمون والمعتصم. توفي المعتصم العباسي وتولى ابنه الأمر، من؟ المتوكل العباسي. وهنا قالوا الإمام الهادي روح له الفداء ظلم أو لا؟ ظلم، مظلومية لا نظير لها. ما الدليل في هذا الأمر؟ قالوا يكفي أن نقول بعنوان عريض أنه عاصر المتوكل العباسي، هذا يكفي في هالقضية. من نقول الإمام الهادي ظلم فقط نقول عاصر المتوكل العباسي، هذا يكفي. من المتوكل العباسي؟ ارجع إلى التاريخ وانظر ما الذي عمله المتوكل العباسي، ما الذي صدر من المتوكل في شأن أهل البيت. يعني في بعض المؤرخين إذا يأتي لقضية المتوكل بعد ما يعدد، ما يقول عمل كذا وكذا، لا، يقول وكان يتجاهر بشتم الزهراء فاطمة سلام الله عليها، هذا يكفي. يتجاهر بشتم الزهراء، والتاريخ مليء بما عمله المتوكل. القضية المشهورة ما بيننا قضية حرث كربلاء، واسى كربلاء بالتراب، قضية مشهورة دائما تذكر. ومن نقول واسى كربلاء بالتراب، هو أرسل الديزاج رئيس الجيش قال له نادي بأهالي كربلاء لهم مهلة 3 أيام، من بقي بكربلاء يهدم عليه داره. كربلاء مدينة، بيوت، طرق، أسواق، بالفعل هدمت وواسوها بالتراب. بل أتى شيء أعظم في ذهن المتوكل، ترى قبل المتوكل هدمت كربلاء وواسوها بالتراب، هنا ما أتى بشيء جديد. المتوكل اللي قبله جابوا هالقضية، واسوا كربلاء بالتراب، واسوها يعني ما في أصلا حتى شاخص أو علامة على قبر الحسين. المتوكل أتى بذهنه شيء بأن والشيعة ذهابهم إلى كربلاء حتى يزورون الحسين لزيارة الحسين، قال نحن نحرث قبر الحسين ونخرج جسد الحسين من القبر ويدفن في مكان آخر. وهذا إذا ترجع إلى تاريخ هالقضية بالفعل كان هذا الأمر الذي سيصدر، بأن يخرج الجسد ويدفن في مكان آخر، ولكن وللبيت رب يحميه. المتوكل العباسي في تلك الفترة قطعت الأيدي وقتل من قتل فقط من باب التوجه إلى زيارة كربلاء في زمن الإمام الهادي روح له الفداء. لذلك أحد المستشرقين، كلمة لأحد المستشرقين يعني هذا من بلاد الغرب يدرس أحوال الشرق، يقول كلمة، يقول لا يمكن أن يأتي يوم من الأيام بأن يضمحل ويتلاشى ويندرس المذهب الجعفري الاثني عشري. عندنا مذاهب اندرست، يعني من ترجع إلى التاريخ يمر عليك عنوان الكيسانية أو الفطحية، اليوم على وجه الأرض ولا شخص من الكيسانية ولا شخص من الفطحية كمثال، اندرست هذه المذاهب. هل يجري هذا الأمر على المذهب الاثني عشري؟ قال لا يمكن أن يجري هذا الأمر. ولماذا؟ قال لأن هذا المذهب استطاع أن يتجاوز أصعب فترة زمانية، وهي فترة من؟ المتوكل العباسي. يعني يقول ما دام استطاع أن يتجاوز هذه الفترة لا يمكن أن تأتي فترة وحقبة زمانية أصعب من فترة المتوكل العباسي. والعجيب يا مؤمن، العجيب في هذا الأمر بأن المتوكل اللي ذكرنا الآن أموره عنده ابن من الشيعة من الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم، لله الأمر، وهو المنتصر العباسي، شيعي موالي بحق لأهل البيت، وهم زوجة المتوكل من الشيعة من الموالين لأهل البيت. وكان يعلم المتوكل، يعلم في يوم من الأيام، أصلا ما يسمي ابنه إلا الرافضي، في يوم من الأيام لفت نظر المتوكل ناحية من الأرض من بستان القصر اصفرت أشجار تلك الناحية، نوع من أنواع الزهور. التفت إلى المتوكل إلى ابنه المنتصر قال اذهب، شوف يعلم بأن الإمام يعلم بكل شيء، اذهب إلى أيها الرافضي، اذهب إلى ربك الأسود. الإمام كان في شيء من السمرة
وقل له ما أمر هذه الأشجار اصفرت في هذه البقعة. راح إلى الإمام، طبعا ما فاتح الإمام بالأمر. الإمام قال له لم تخبرني بأمر أبيك. قال سيدي ومولاي لا تبالي بأمره، ما عليك منه. وجاب يعني ما يستاهل واحد يضيع وقته في شأنه. قال اذهب إليه وقل له بأن بتلك البقعة دفنت أجساد ليست بالبعيد دفنها، عروق هذه الأشجار وصلت إلى تلك الأجساد فامتصت منها فاحترقت. احنا نقول سماد أحرقها كمثال. بالفعل أخبر المتوكل، حفرت تلك الناحية وشافوا كما أخبر الإمام. وهنا فيما بعد المنتصر العباسي هو الذي قتل أباه. أتى إلى الإمام الهادي بأن يا ابن رسول الله سأقتل المتوكل. قال له إن قتلته لا يطول بك العمر. نظام في الدنيا، أثر وضعي يسمونه، أثر وضعي. شلون مثل من الآثار الوضعية؟ بلقمة الحرام يقسو القلب، أثر وضعي. تجمد العين، أثر وضعي، أثر وضعي. العلماء يشيرون إلى هالقضية. مثلا من عق أباه يعاق من أبنائه، أثر قانون في الدنيا يجري. يقول له يا منتصر إذا تقتل أباك لا يطول بك العمر. نظام في الدنيا، انتهى الأمر. زين، وإن كان كالمتوكل لا يطول بك العمر. قال سيدي ولو عشت لحظة من بعد هذا الأمر. بالفعل المنتصر هو الذي قتل المتوكل، قتله مع الأتراك وتولى الأمر من بعده. وأول ما تولى الأمر أرسل إلى جميع الولاة في الدولة الإسلامية الله الله بأبناء علي وفاطمة فإنهم جلدة ما بين عيني، الله الله بأبناء أبي طالب. وتلك الفترة طبعا لم تطل 6 أشهر، قالوا هي الفترة التي تنفس بها الموالون، تنفس بها أبناء رسول الله، تنفس بها الإمام سلام الله عليه 6 أشهر. ثم قتل سنة ما أكمل 6 أشهر وقتل. وتولى من بعده أخوه المعتز العباسي. وأول ما تولى الأمر أرجع ما كان عليه المتوكل في عداوته لأهل البيت. وأول ما أتى به بأن صب غضبه وحقده على إمامنا الهادي سلام الله عليه، بالأخص بأن الناس تعلقوا به وانتشرت معاجزه وفضائله. مثلا بالأخص قضية العسكر هنا يا مؤمن. الإمام الحسن العسكري لقبه العسكري المشهور نسبة إلى سامراء. قالوا الشخص ينسب إلى البلد إما مثلا بأنه ولد بها أو لا ينسب إليها، يعيش بها فترة من الزمن تشرفا بهذه البلد ينسب نفسه إلى تلك البلد. مثلا يقال النجفي الكربلائي، يقول لك تشرفا. الغروي نسبة إلى النجف، أو مثلا القمي. هنا الإمام من باب التشرف بسامراء يقال له العسكري. البعض يقول لا، العسكري إشارة إلى العسكر. عسكر من؟ عسكر السماء في قضية إمامنا الهادي سلام الله عليه. يوم من الأيام المتوكل العباسي أمر من جيشه الاستعراض في صحراء سامراء فوق 100,000 نسمة. من نقول 100,000 نسمة إذا وقفوا في الصحراء لعل ما تشاهد آخرهم، عدد كبير 100,000 نسمة. وأمر من كل شخص من هؤلاء أن يحضر معه دلو، إناء، سطل اليوم مسمانه، في الصحراء في تلك الناحية. وجيء بالإمام الهادي مقابل ذلك الجيش. أمر بمرأة من الإمام، أمر المتوكل بإشارة من جيشه كل جندي يملأ هذا الدلو بشيء من التراب، يملأه بالتراب الذي بين قدميه، ثم يدار ذلك التراب في نقطة معينة مقابل الإمام والمتوكل. 100,000 نسمة، إذا كل واحد دلو سطل من التراب شو راح يكون؟
كمية كبيرة من الرمل، أصبح جبل من الرمل. يريد أن يرهب الإمام المتوكل. أخذ الإمام وأصعده على ذلك الجبل، وصار مقابل هالجيش فوق 100,000 نسمة مقابل الإمام الهادي سلام الله عليه. قال له: هل رأيت عظمة جيشي يا ابن الرضا؟ يا ابن الرضا، عندنا الإمام الجواد والإمام الهادي والعسكري يسمون بأبناء الرضا. يا ابن الرضا، هل رأيت عظمة جيشي؟ بلحظة، بمدة وجيزة، عمل هذا الجيش هذا الجبل الضخم. التفت إليه الإمام قال: وهل تريد أن ترى عظمة جيشي؟ قال له: وأي جيش يا ابن رسول الله؟ وهل عندك جيش؟ قال: بلى يا متوكل. أشار إلى عينيه وإذا به يرى من شرق الأرض إلى غربها ملائكة شداد غلاظ بيد كل ملك حرب من نار، وهم رهن إشارة الإمام. طبعا لما رأى ذلك الموقف غشي على المتوكل العباسي. وين؟ على ذلك التل، على تلك التلة مقابل الجنود. ما الأمر؟ غشي عليه. قالوا: كشف له عن عسكر علي الهادي سلام الله عليه. فعرف بداية الأمر الإمام الهادي بالعسكري. قالوا: لقب الإمام الهادي بالعسكري من قبل الأتراك ومن قبل أهالي سامراء. ثم لما أتى الإمام الحسن العسكري هم مشى هذا اللقب عليه، وعرف مؤخرا بالإمام الحسن العسكري، يعني هذا اللقب لصق بالإمام الحسن العسكري. فقالوا نسبة إلى ذلك العسكر، لقب بالعسكري. وصار حديث الناس إلى أن أتى المعتز إلا أن يمحو هذا الأمر بأي شيء. قالوا له: كما عمل أسلافك في شأن أهل البيت، بأن يقضى على الإمام وينتهي الأمر، يدس إليه سما نقيعا وينتهي أمر الإمام. وإن كانت القضية بسامراء في بلاد غربة، يا الله، جيء له بذلك الطعام المسموم ويعز عليك يا مؤمن. والمعزى موجود، إمامنا الإمام الحجة بجده الإمام الهادي. قدم ذلك الطعام إلى الإمام، ما أكل جرعات منه إلا وأحس كنار محرقة تلتهب بأحشائه. وإماما، روحي لك الفداء يا ابن رسول الله. بدأ يمد يمينا ويقبض أخرى، وقد سرى السم في بدنه، تزرق ألوانه تارة وتخضر تارة أخرى. جاءه العسكري في مثل هذه الليلة، أخذ راس أبوه وضع بحجره. يا الله، دموعه على خده. التفت إليه: ولدي أبا محمد، على مصابي الولد لا تسكب العبرة، لا تبكي على مصابي يا الولد، تهيأ للمصيبة، لا تسكب العبرة، ابكي على اللي ظل مرمي على. أبيها من لسانك، بكيت هنيئا لك، ما بكيت طأطئ الرؤوس. نادي وحسينا. يلا، ليلة مصيبة وفاجعة، وإن شاء الله بسامراء. على مصابي الولد لا تسكب العبرة، ابكي على اللي ظل مرمي على الغبرة. و10 خيول يا ويلي داست على. أين الصارخون وحسينا؟ على مصابي الولد لا تهمل دموع العين. يلا، كل البكا والنوح والحسرة. أوصاه بوصايا، عهد إليه بمواريث النبوة والإمامة. أسبل دين على طول ودار عين الكربلاء، وقال: أنا مثلك يا جدي خيم علي البلاء. أنا بالسم طحت وانت بمثلث، فعرق جبينه سكن أنينه. مد يديه ورجله، يا الله يا الله، وفاضت روحه. ألا من منادي وإمام،
ألا من منادي وعليا، ألا من صارخ ومصيبته. لطم الإمام على رأسه، شق جيبه، رمى عمامته، خرجت جارية منادية آه منك يا اثنين. جهز غسل وكفن ورفعت الجنازة، بهيب الهادي شيعوا شيعته. يلا ها جميعا، ما بقى مطروح وخيول الأعادي مداسته، وما حد تجرع ليه بسهم طلع كبدته، ولا جثته ظلت على حر الصعيد مرضضة. بعد مولاي قال هنا وابجوا يا شيعة من تنزلوه القبور، وذكروا جد حسين والأشد واصعب أمور. حسين حسين مرمي عالتربان وصدره داس بن عاله. يا الله الروح إلى كربلاء. يقول يسأل أحد العلماء وردنا في المقاتل بأن زين العابدين جمع أوصال الحسين إلى مسافة فرسخ يا ابن رسول الله. يا مولانا يسأل أحد العلماء الإمام السجاد جمع أوصال الحسين إلى مسافة فرسخ بحساب اليوم 6 كيلو، بهالحدود مسافة بعيدة. شو وصل أعضاء الحسين إلى تلك الناحية؟ لطم على رأسه منادي وحسينا. قال لا تعجبوا لعل زين العابدين جمع اللحم الذي تناثر بحوافر الخيل. لم جميع أوصال أبوه اللي انقطع واللي انهشم، حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها. ألا من منادي وعلي يا علي الهادي دخيلك يا علي. خذ حاجتك يا علي الهادي دخيلك يا داخلين عليك والمدمع جاره، بالحوايج تدري يا سر الورى. جاه أمك فاطمة وبحيدرة رايدان همومي كلها تنجلي. يا علي الها شلون أرد خايب وأعود، شلون أرد خايب وأعود بخيبتي، وانت يا مولاي تدري بحاجتي. ما إلي غيرك وسيلة بشدتي، والفرج معروف باسمك يا الولي. عندنا مرضى يا مولاي اش كثر، وهالقسم بأمك وخدها من سطر. كل أملنا بيك ينحل العسر، تنقضي الحاجات هالليلة إلي. سئل حاجتك لي يا علي، على بابك جينا كلنا واقفين، لا تردنا بهالمسية خائبين. ننتخب جدك أبو اليم الحسين، والنواخل يوم باسمك تنعي، والنواخل يوم باسمك تعتلي. لي عظم الله أجور الطاهرين،
طاهرين. فلنعز اليوم سيد المرسلين عظم الله، فلنعزي أمير المؤمنين عظم الله. طاهرين عظم الله أجور الطاهرين. سلوا حوائجكم على باب إمامنا أبي الحسن الهادي. يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اختم لنا بحسن العاقبة يا كريم. اللهم اشف المرضى المنظورين، واقضي حوائج المحتاجين، وادفع البلاء عنا وعن شيعة أمير المؤمنين.